السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم جبت لكم وصفة القلب اللوز أو الشامية كما يقولوا لها في الغرب. وصفة سهلة وبسيطة وتخدميها ليه وأيضا الأهم ناجحة وتجيب بنينة بزاف. إن شاء الله تجربيها في هذا الشهر وتصدق لك وأيضا تعتمديها كمشروع ولا هكا اللي تبغي تخدم على روحها. هنايا جات ما شاء الله جات روعة. صدقوني هذا الوصفة هايلة وأيضا تشد مدة أطول، يعني تشد لك هذه السنيوة. كل ما قعدت كل ما زيانت هذا الشامية أو هذا القلب اللوز، كل ما طول كل ما زيان. شوفوا القوام تاعو روعة. هنايا تنجموا تشربوه اكتر من هاك، انا بغيتو شاد روحو شوية. تنجموا ديروا الشربات ويجيكم هكا يعني طري بزاف. انا هنايا بغيتو شاد روحو شويه باش نقسمو نديرو في ليكيسات يجي شباب. شوفوا كيفاش جا معسل، جا روعه صدقوني رائع. ان شاء الله تعتمدوا هذا الوصفه وتجربوها وتنجح لكم. هنايا بالنسبه للمقادير او طريقه التحضير، هنا جبت سميد خشين. طبعا لازم يكون السميد تاع الخاص بالقلب اللوز او بالشاميه. نجيب السنيوه تاعي ونفرغ فيها السميد كما راكم تشوفوا. فرغت السميد حتى وين حطيت صبعي يعني دخل حوالي 1 سنتيمتر، يعني ما نديروا بالمسطرات حوالي 1 سنتيمتر. كي تعمروا السنيوه تاعكم جيبوا اي عبر وعبروا به. انا هنايا درت كيلو تاع سميد، يعني استقام لي هنايا هذه السنيوه دات لي كيلو تاع سميد. اللي تبغي العبر دات لي 4 كيلات سميد كما راكم تشوفوا. عبرت بهذه الغرفيه دات لي 4 كيلات وحوالي 2 ملاعق. يعني هذه هي الكميه اللي داتها لي. الكيلو تاع تيشا او السميد تاع القلب اللوز دالي 4 كيلات وحوالي ملعقتين اكل تاع السميد. هنايا نجيب نعبر السكر تاعي نوزنو قبل اللي يبغوا بالميزان. هنايا ديري 700 غرام، يعني كل كيلو تاع سميد ديري له 700 غرام تاع سكر. اللي تبغي بالعبر دوك نعبر لها بالغرفيه. هنايا بعد ما عبرت 700 غرام نجيب الغرفيه تاعي ونبدا نعبر بها. تدي لي 2 غرفيات وحوالي هكا ملعقتين اكل، يعني كل 4 عبار عندهم 2 عبار تاع سكر. كل 4 عبار تاع سميد حرش عندهم 2 عبار تاع سكر. واللي تبغي بالميزان كل كيلو تاع سميد يدي 700 غرام تاع سكر، يعني نظن راهي واضحة. هنايا نجيب السميد تاعي ونخلطه بالسكر، نخلط مليح حتى نحس باللي هذاك السكر كامل تخلط مع السميد. هنا نجيب هكا جفنة احسن واحسن. هنا نخلط مليح. ندير القرصه تاع الملح تاعي دائما ما ننساوهاش، ضروريه كما نقول لكم في جميع المعسلات في جميع الحلويات نديروا هذيك القرصه تاع الملح. هنايا هذه اختياري، كان عندي شويه لوز حوالي 20 ميل هكا تاع لوز. حمصتها مليح حتى خرجت هذاك لو غو تاعها وطحنتها هكا اون بودغ كما راكم تشوفوا. خلطتها مع هذاك السميد. هنا يبقى اختياري، ماشي لازم نديروا اللوز. اختياري. انا هنا برك بغيت نكهها باللوز. زدت هذيك الكميه تاع اللوز وخلطت مليح هذاك السميد مع السكر واللوز تاعي. هنا جبت نفس الغرفيه اللي عبرت بها السميد والسكر، عبرت بها الماء والماء زهر. هنايا تنجموا ديروا غير الماء، ما ديروش الماء زهر. وايضا انا هنا درت غير قطرات هكا تاع ماء زهر. شفتوا فرغت كامل الكميه وبديت نفتل كيما السميد، يعني كيما تفتلوا السميد. هنا الا لاحظتوا ما درت لا سمن لا زيت لا زبده، يعني درت غير الماء والسميد والسكر فقط. هنا الماء لازم يكون شويه دافي، ما ديروش ماء بارد، ديروه شويه دافي وديروا له هذوك القطرات تاع المزهر. ولا تنجموا تستغناو على المزهر، انا مداري نديرو بلا مزهر، غير هاد المره برك نكهتو بشويه مزهر. وخرجت لي النتيجه نفسها. المهم هنايا درتو في اناء ونغطيه بالفيلم اليمونتير ونخليه يبات. هنايا خدمته مع الليل، خليته حتى الغدوه من ذاك باش يعني باش خدمت به.
هنا باش السميد تاعنا والسكر يتعسل، هذاك السكر يذوب والسميد تاعنا يتشرب ويجينا معسل هذاك القلب اللوز تاعنا. هنايا حطيت هذاك السميد تاعي بجيه وجيت نخدم في الشربات. كل عبر تاع سكر نديرو له 2 عبر تاع ماء، يعني انا هنايا درت 2 عبار تاع سكر مع 4 ماء. نخلط هذا السكر والماء مع بعض وندير لهم حجرة صغيرة تاع شب، واللي ما عندهاش الشب دير مرسو تاع ليمون. من الافضل ديروا الشب هكا باش ما يتغير لكمش الطعم تاع يعني تاع القلب اللوز ويقعد فيه هذاك لوغو تاع المزهر. المهم هنايا بعد ما اصبح، شوفوا كيفاش اصبح شارب ومعسل وهذاك السكر كامل ذاب اللي كان في مع السميد. هنايا جبت حوالي ملعقة اكل تاع سمن ولا مارغرين اللي عندك. المهم انا هنايا درت المارغرين، ما كانش عندي السمن. ذوبتها ملعقه اكل هكا، تعمريها غامولي كبيره وتذوبيها فوق النار وتضيفيها للسميد تاعك. دائما هنايا ننصحكم انكم تضيفوا المارغرين مور الماء، يعني ما تضيفوهاش قبل الماء هكا باش تضمنوا انه السميد تاعكم يتشرب لكم كامل هذاك الماء اللي درناه، وما يكونش المارغرين او يعني السمن اللي درتوها ما ديرش عازل بين السميد والماء. المهم هنايا جبت كيما راكم تشوفوا فنجال تاع ماء ونبدا هنايا نخدمو مليح السميد تاعنا. نبدا نضيف غير هكا بشويه ونفتل، يعني كشغل هكا راكم تفتلوا في الطعام. نبدا نضيف الفنجال هذاك تاع الماء تاعي، درت له طبعا قطرات تاع مزهر، ونبدا نرش ونخلط هكا، نرون حوالي 20 دقيقه هكا. وانتيا تقومي بهذه العمليه. اللي عندها بيتخان دير هذاك لوكا وتخليها تتخلط وحدها. سينو انا هنايا بغيت نخلطها غير بيدي باش يعني باش تشوفوا باللي تنجموا غير بيديكم وتخدموها حتى تحصلوا على هذا القوام. يعني كي ديروها تولي لكم كره وتولي يعني هذاك السميد تاعكم يبغى ينعجن. شوفوا القوام تاعه، كون تلميه يرجع لك يعني عجينه عادي. هنايا جبت السنيوه تاعي دهنتها بالزيت، دهنوها من الافضل بالزيت، دهنتها مليح وحطيت كامل هذاك الخليط تاعي بهذه الطريقه. تنجموا تحطوه كتله واحده وتمشوه كاع بيدكم، او يعني تديروه بهذه الطريقه تاني هكا باش تضمنوا باش يجيكم متساوي، مكاش يعني جهه غليظه وجهه رقيقه. هنايا حطيت كامل السميد تاعي في السنيوه، نطالي هكا غير بيدي ولا بالكوبات، ونسي نسوي كامل السطح بواسطة ملعقة. ندير هذيك الملعقة تاعي في الماء ومن بعد نعاود نفوتها غير من الفوق. هنا ما رانيش نضغط، يعني راني غير من الفوق هكا. سيو ما تضغطوش على القلب اللوز تاعكم، هكا ساحفوه غير من الفوق باش ما يجيكمش يابس وما يجيكمش متكوك، يجيكم خفيف. هنايا بالكوبات وراني نفوت غير هكا من الفوق غير باش نسوي السطح تاعها. هنايا بعد ما سويت مليح بالكوبات نجيب كيما قلت لكم ملعقه نديرها في الماء ومن بعد نبدا نسوي مليح في هذاك السطح. هنا ما تكتروش الماء غير شويه هكايا، ونبدا نسوي في هذاك السطح مليح. ومن بعد نقطعها ونزينها باللوز ولا كاوكاو اللي عندكم من الفوق. هنايا كي تقطعوها قطعوها غير ابان من الفوق، يعني ما توصلوش الكوبات تاعكم حتى لتحت. نجيب هنا الحبات تاع اللوز تاعي ونبدا ندير في فوق هذوك الحبات اللي قطعتهم
هنايا كيما قلت لكم التقطيع يكون غير من الفوق، ما تهبطوش الكوبات حتى لتحت. نزينها هكا بحبات تاع لوز من الفوق، ولا تنجموا تخلوها هكاك بلا ما تقطعوها وبلا ما ديروا لها اللوز عادي، وتخلوها هكاك سامبل وتدخلوها للفرن. هنايا نكونوا سخنا الفرن قبل بربع ساعه على درجه حراره 160 حتى ل 170. ندخلوا القلب اللوز تاعنا يطيب من تحت. كي نشوفوا الجوانب تاوعو حمار ومليح ولاو يعني بداو هكا يكحالوا، نطفوا من التحت ونشعلوا لها من الفوق حتى تحمر. هنايا حوالي نصف ملعقه اكل تاع مارغرين يعني ذوبتها وجبت هنايا بواسطه هذاك الفيلم اليمونتير حطيته في يدي. ما بغيتش نستعمل هنايا البانسو، تنجموا تخدموا بالبانسو عادي، برك انا البانسو تاعي كان ضايع لي شويه، ايا خدمت بهاد لو ساشي. دهنت كامل السطح تاع القلب اللوز تاعي بالمارغرين ولا بالسمن، من الافضل اني انا نفضل السمن. ندهنها مليح هكا باش نضمن انه تحمر لي مليح من الفوق، وندخلها للفرن طيب حوالي ساعه، يعني الوقت تاعها هو ساعه. هنايا سيو تحمروها مليح من التحت وتزيدوا حمروها من الفوق. هنايا الشربات حطيتها في الكونجيلاتور هكا باش تبرد لي شويه، يصتها جمدت لي شويه. دارت هذوك الحبيبات تاع يعني ذابوا كي حطيتهم فوق الشاميه ولا القلب اللوز ذابت لي. هنايا الكميه تاع الشربات دات لي تقريبا كامل الكميه، بقاو لي هكا واحد نصف كاس او مامبا تاع الشربات، راني وريتها لكم اللي بقات لي. المهم هنايا نخليها حتى تتشرب مليح هذيك يعني شوفوا الشكل تاعها كيفاش جا. تنجموا تحمروها اكثر من هكا يعني حتى تاخذ هذاك اللون هكا شويه يجي رايح يعني للكحوليه. كما تعرفوا القلب اللوز يبغى يكون حمر بزاف. انا هنا الضوره هكا الضوره فيها راهي تبان شويه يعني مشي حمراء، وهي حمارت جات حمراء، جات ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتنجح لكم، الأهم انها تنجح لكم. هنايا نقول لكم هذا هو الشكل النهائي تاعها، ان شاء الله تجربوها. والمره الجايه ان شاء الله ندير لكم اللي تكون محشيه بالكاوكاو ولا باللوز، يعني اللي يكون عندكم. هنا نحل لكم باش تشوفوا القوام تاعها جا روعه، جا ما شاء الله، ميم لوغو تاعها عجبني بزاف. ان شاء الله تجربوها وتنجح لكم، وهنا نقول لكم بقاو على خير.